كاين واحد الاحساس فاش كتكون قدام واحد المشكل وما عارف ما دير، ولكن في نفس الوقت ما كتقدرش تبقى بلا ما دير والو. كتحس براسك خاصك تحرك، غير تحرك، واخا ديك الحركه راه ما عندها حتى هدف. يعني الناس كيسمي هاد الحاله هادي ولا هاد الحركه انحياز للعمل. هو داك الميل النفسي انك تفضل دير اي حاجه غير باش تهرب من الاحساس بالعجز وباش تحس انك كتحاول، واخا تكون غير كتزيد كتغرق راسك. بحال كاين فواحد الحفره وكتزيد كتحفرها. مثال ديال ياسير متزوج داز عليه يوم خايب في السوق، كيحس براسو خاصو يرجع يخدم، يدخل صفقه اخرى غير باش يعوض، واخا ما كاين لا فرص لا والو، لا شروط واضحه لا حتى شي حاجه. علاش؟ حيت العقل ديالو ما كيقدرش يتحمل الفكره ديال انه يسكت، كيبدا يتصرف بلا وعي غير باش يتريدي، كيتريدي باش يخدم باش يخدم غير هذا. وهادشي كيدي غير الكوارث. واحد الدراسه نفسيه كلاسيكيه دارت على حراس ديال المرمى في كره القدم، لقاو ان 94% منهم كينقزوا على اليمين ولا اليسار في ضربات ديال الجزاء، رغم ان الاحصائيات كتبين ان الوقوف وسط المرمى غالبا افضل. علاش؟ حيت الحارس كيبغي يحس براسو قدام، دار شي حاجه واخا تكون عشوائيه، المهم راه تحرك، راه دار شي حاجه. الدين ديالنا شنو كيقول؟ القران ما كيحاربكش على الحركه العشوائيه، ولكن الحركه المتزنه. الله تعالى قال: فاذا عزمت فتوكل على الله. يعني خمم، قرر، عاد تحرك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الدعاء ديال الاستخاره: اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي. يعني قبل ما ندير كنطلب التوجيه. الاسلام ماشي ضد العمل، ولكن ضد التهور باسم العمل باش نبان غير راني خدام. فين كيوقع المشكل هنا؟ ان الناس كتخلط ما بين العمل الهادف اللي هو مبني على تفكير التخطيط، والعمل الدفاعي مبني على الخوف من السكون، من العجز، من اللوم النفسي، يعني ما درت والو. الاول راه باين كيوصل، والثاني راه كيضيع على فوق. سول راسك دابا، واش كتبذل مجهودات كثيره ولكن ما كاينش نتائج؟ واش كتخاف انك توقف شي نهار، انك شي نهار ما تخدمش باش ما يبانش انك فاشل؟ واش كتشد في خطه غير ناجحه غير باش تبان انك خدام؟ اذا جاوبتي باه فراك غالي بالظن كتحرك غير باش تهرب ماشي باش توصل. السكوت ماشي ضعف، والصبر ماشي خمول. احيانا وفي الغالب اعظم خطوه هي انك توقف، تراجع، تخمم. راه العقل اللي ديما باغي يتحرك يمكن يكون غير تالف وما عارفش الطريق كيتحرك. وخد بالك الحركه راه شجاعه، راه بعض المرات القرار الحكيم هو القرار. ولا حسيتي براسك كدور في نفس الحلقه، كتخدم وكتجري ولكن بلا نتيجه، الاستشاره النفسيه غتعاونك تبني خريطه جديده للحركه، تبدا تتحرك ولكن في الاتجاه الصحيح، ماشي غير حركه من اجل الحركه.